اهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض المطجن او لبن المسمار او لبن السرسوب، زي ما كل بلد بتسميه. حاجة كده زي كريم كراميل الفلاحين، يعني طعمه بجد لذيذ قوي. ودي حاجة ما تلاقوهاش غير عند الفلاحين ومش بتتباع، دي كده يعني بتتهادى، يعني الفلاحين بيهادوا بيها بعض. فأحلى هدية بجد، لأنها حاجة بجد لذيذة ورائعة، ليها فوائد كتير قوي، بتقوي المناعة وفيها فيتامينات. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة المطاجن أو لبن المسمار. ده كيلو أو لتر حليب عادي أو كيلو حليب عادي. ده لبن الفكرة اللي هو احنا بنجيبه من السوبر ماركت. ممكن تجيب مكانه لبن بلدي عادي، بس يكون مغلي وضمن ان هو مش هيروب او مش هيقطع. وده لبن المسمار، دي الازازه دي حوالي 300 جرام على كيلو من الحليب. ده لبن مسمار، اللبن اللي هو بعد سوري يعني البقره او الجاموسه ما بتولد بيبقى فيه اول كام يوم، اللي هو لبن المسمار ده اللي بترضع منه او بتغذي منه البقرة الصغيرة علشان تتقوى وعصبها يجمد. بنحطه كده حوالي 300 جرام، وممكن تحطه نص كيلو 500 جرام، بس يعني عشان ما يبقاش سمين قوي بنحطه على كيلو من الحليب. وبنحليه بالسكر، بس السكر بتاعه ما بيبقاش يعني مسكر قوي، يعني بالكتير 4-5 معالق على كيلو من الحليب العادي. نقلب كويس قوي لحد ما ندوب السكر، لان احنا لما هنحطه في الفرن ما بيتحركش. طبعا ممكن تحطيه في قلب الصينيه وتدخليه الفرن عادي. لو مش حابه وعايزه تعمليه بقى في طواجن صغيره حطيه، دي طواجن او قوالب من البورسلين. لو عندك قوالب او طواجن من الفخار او اي حاجه بتدخل الفرن وتستحمل الحراره حطيها. هنملى كده القالب او الطاجن، ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، ويكون الفرن سخن. بندخله على الرف الوسطاني. هنحط طبعا الطواجن دي في صينية عادي، او لو هتحطي بقى في الصينية الكبيرة بتدخليها على الرف من غير حاجة. الفرن يكون سخن، بندخله على درجة حرارة 180، ومش بنحركه ولا بنيجي ناحيته، ونسيبه في الفرن تقريبا يعني ربع ساعة. تبدأي ان انتي تشوفيه، هتلاقيه بدأ ان هو يتقل كده ويبقى عامل زي الزبادي. اول ما توصلوا للمرحلة دي بنولع عليه الشواية، او هو ممكن من حرارة الفرن ياخد وش كده بسيط ويحمر من فوق كده حمار حلو كده. وبعدين بنطلعه ونسيبه يبرد خالص، وبعد كده ممكن تاكلوه لما يبرد، وممكن تدخلوه التلاجة ساعة او ساعتين وتاكلوه بألف هنا وشفا. بصوا شكله حلو قوي لذيذ، بصوا جامد ازاي، يعني هو خلاص تماسك خالص، بقى عامل زي الزبادي يمكن واكتر. وولعت عليه الشوايه زي ما قلت لكم، اديته كده وش من فوق، وبعدين سبته لما هدي خالص، وبعدين دخلته التلاجة قعد ساعة، وبعدين طلع. ده بقى يبقى حلو قوي في العشاء، يبقى حلو قوي في الفطار بعد الغدا مثلا، زي حاجة حلوة. طعمه بجد رهيب، عامل زي كريم الكراميل، بس ده بقى كريم كراميل طبيعي، يعني مش مضاف له اي اضافات. حاجة كده لذيذة وتدخل القلب، والعيال عندي وانا بنموت فيه. وده بيجي هدية كده، يعني لما يكون حد من حبايبنا عنده بقرة او جاموسة ولدت، لما بينزل لها لبن المسمار ده بيجيبوا لنا بيه كده، بيجيبوا لنا زي هديه كده، لانهم عارفين ان احنا بنحبه قوي. طعمه بجد لذيذ، مليان فيتامينات، مليان بيتقوي المناعه، لان هو بيقوي عصب الجاموسه او البقره الصغيره اللي هي لسه بترضع. فبجد رهيب، وبجد طعمه لذيذ، يعني ما فيهوش اي حاجه يعني تقرف او حاجه، بالعكس لذيذ جدا ولذيذ. اي حد جربه هيعرف انا بقول ايه، واكيد كلنا بنحبه لو انتوا جربتوا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شوفوا بقى لو حد يجيب لكم هديه من المعبد المسمار ده، واعملوه كده في البيت للاولاد، والله بجد طعمه لذيذ واحلى من اي كريم كراميل، واحلى هديه من الناس البسيطه اللي هم عندهم خير وبيحبوا الحاجات دي وعارفين طعمها. رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.